احنا تايهين في الدنيا. انت لما تبقى مسافر بتعمل ايه لما الليل بيليل عليك؟ هتقول والله بندور هناكل فين ونشرب فين. هنقول لك والله هنشوف النبي النهارده لما كان بيجي عليه الليل وهو بيسافر. النبي كان بيستعيذ صلى الله عليه وسلم. كان بيقول صلى الله عليه وسلم لما يجي عليه الليل، الحديث عن ابن عمر بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل عليه الليل. ده النبي كان بيعمل إيه؟ كان النبي لما يجي الليل عليه وهو مسافر كان يقول يا أرض ربي وربك الله، يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك. يبقى النبي كان بيقول لما يجي عليه الليل وهو مسافر يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك. الأرض ممكن يبقى فيها شر، مطب يكسر العربية، استعيذ بالله من شر الأرض. أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك. سبحان الله. ثم كان الرسول يقول ومن شر ما يدب عليك. الكل اللي ماشي على وجه الأرض كان النبي وهو مسافر يستعيذ من شره، كلب مسعور، واحد بلطجي، وشر ما يدب عليك. وكان النبي بيقول واعوذ بالله من اسد واسود، بيستعيذ بالله حاجه وحشيه او مفترسه تاذيه هو او عياله او اصحابه. واعوذ بالله من اسد واسود ومن الحيه والعقرب ومن ساكن البلد. من ساكن البلد العلماء بيقولوا الجن، واحنا ما بنقولوش اذكار المساء واذكار الصباح. ومن ساكن البلد كما قال الرسول واعوذ بالله من اسد واسود ومن الحيه والعقرب، برضه هما الاسد والاسود. ومن ساكن البلد ووالد وما ولد. هكذا الحديث ورد عن سيدنا رسول الله. وانت مسافر جه عليك الليل، راكب موتوسيكل، راكب عربيه، قل هذا الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ووالد وولد. بنقولوا عايزين مع النبي ويوعوا ننصر سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنسوني من صالح دعائكم. شكر خاص لسيد عبد المنصف مصور حلقه. لا تنسوني وتنسوا من صالح الدعاء.